السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم المسمن ديال القمح بلا فرص، كيجي رائع جدا، جربوه. نبداو على بركة الله. عندي هنا دقيق ديال القمح بلا نخاله، كنغربلو كنخليو غير الدقيق الابيض فقط وما كنضيفوش معاه الفرص نهائيا. كنحتاج قبيصة ديال الملحة ومعلقة ديال العسل فقط، ممكن تعوضوها بمعلقة ديال السنيده. بالنسبه للماء اللي غادي نعجنو به كيكون بارد ما كيكونش دافي، فالعجينه ديال المسمن باش تنجح لكم ضروري كنعجنوها بالماء بارد، وكل واحد كتبقى الطريقه ديالو. كنشارك معكم الطريقه ديالي والتجربه ديالي لانني كنجرب كاع كاع الحوايج اللي ممكن اننا نخدموا بهم واحد الحاجه، ولكن مني كنلقى الطريقه الاحسن والطريقه اللي كتعطي واحد الكاليتي مزيانه فهي اللي كنبقى نديرها دائما. غادي نعطيكم هنايا السر الاساسي والاول، هو انكم تعجنوا العجينه بالماء بارد، والعجينه تكون قاصحه ما تكونش رطبه نهائيا. الا كانت رطبه كيف كنعرفوا الدقيق ديال القمح ماشي بحال دقيق الفورص فكترخى لينا، ومني كنبغيو نقرصوها كيبدا المسمن كيتعوج لينا وكيجي مرخرخ وكامل مقنت من الجناب. من الاحسن ان العجينه تعجنوها بالماء البارد، ما ديروش فيها الخميره نهائيا، فقط قبيصه ديال الملحه وسنيده اولا معلقه ديال العسل باش كتعطيكم داك اللون ذهبي في التحمار ديال المسمن. من بعد كندهنها بشويه ديال الزيت، كندلكها مزيان، ضروري كندلكوا العجينه ديال المسمن وكندهنها بشويه ديال الزيت. كنسد عليها في واحد البلاستيكه كنخليها كترتاح ليا تقريبا نص ساعه، يعني انا خليتها هنا غير نص ساعه وخدمت بها وجات هائله، جا واحد المسمن رائع جدا. ما غاديش نشكروا لكم، غادي نتلاحظوا في لا فيديو كيفاش كيكون المسمن. العجينه من بعد ما كنسدوا عليها في داك البلاستيكه فكتطلق راسها غير بوحدها، ما كتحتاجش لينا بزاف ديال الوقت. غادي ناخذوها باش نقطعوها. بالنسبه للتقطاع كيبقى الحجم اختياري، كل واحد يدير الحجم اللي بغا. انا غادي نقطعهم على حجم اللي كيكون متوسط، ما كبير ما صغير، على حسب نتوما الذوق ديالكم. بغيتو تكبروا فكبروا، انا هنا درتهم على الحجم ديالهم متوسط. غادي نقطعهم. بالنسبه للتقطاع كنحاول ما كنبقاش كنجمع فيهم بزاف بالايد ديالي باش كنحافظ ليهم على داك الطراوه ديالهم. من بعد غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت. انا مني بديت كنقطع فيهم ما درتش الزيت نهائيا، دهنتهم بشويه ديال الزيت في الاخير. غادي نغطي عليهم بالبلاستيكه ونخليهم عاوتاني يرتاحوا لي واحد 10 ديال الدقائق باش دغيا كتطلق لي المسمنه. من نبغي نقرصها دغيا كتطلق، ما كتعذبنيش وما كتقطعش لي. بالنسبه للزقراس ديال المسمن، لاننا هنا دايرين غير القمح بوحدو ما دايرينش معاه الفرص نهائيا، فما كنبقاوش كنرقوا في المسمنه ونورقوا فيها حتى كتولي يبان لينا الرخامه من التحت. كنحاولوا نرقوها ولكن كنخليو داك الجهد اللي غادي تكون لينا ورقه على ورقه، لاننا كيف كنعرفوا الناس اللي دائما كيخدموا بدقيق القمح غادي يفهموا شنو بغيت نقول لكم. دقيق القمح ما كيبغيش يترقق بزاف نهائيا، فما كيكونش فحالو فحال الفورس. كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو بغيت نقول لكم. كنبقاو كنرقوا على هذا الشكل هذا، هي رقيقه ولكن ماشي لذاك الدرجه ديال اننا كيف كنرقوا المسمن ديال الفورس. كاين فرق ما بين التوراق ديال المسمن ديال القمح مع التوراق ديال المسمن ديال الفورس. كنطويها على هذا الشكل هذا، الشكل العادي. كاين اللي كيدير مسمنه وسط مسمنه، انا كندير غير وحده وكتجي كامله مورقه وكيجي غزال بزاف. غادي نطويها على هذا الشكل هذا. وفي هذه الاثناء هذه فكان مني كنكون ورقت مثلا 4 المسمنات اولا 3، فكنحاول نشعل على البوطه ديالي، لان القمح ما كيبغيش يبقى بزاف ديال الوقت، فدغيا كتكون لينا في ديك القشره، دغيا كينشف لينا وسطو داك الزيت وكتكون لينا في ديك القشره. الا خلينا حتى طرخه بزاف من بعد ما كنورقوه فما كيجيناش مزيان في الطياب وما كيتنفخش لينا. من الاحسن اننا مني نورقوا 3 ديال المسمنات اولا 4 نشعلوا على البوطه ديالنا، نشعلوا على المقله ونخليو المقله كتسخن على عافيه اللي كتكون ما عاليه ما هابطه، كتكون متوسطه. وفي نفس الوقت كنبقاو كنورقوا وكنقرصوا وكنطيبوا في نفس الوقت، باش نربحوا الوقت وما نخليوش المسمن ديالنا حتى كينشف وتكون لينا في ديك القشره. لان الدقيق ديال القمح فراه مختلف تماما على الدقيق ديال الفورس. الدقيق ديال الفورس كيصبر لينا وما كتكونش لينا في ديك القشره، ولو اننا نخليو حتى كنساليو التوراق فما كيوقع ليه حتى شي حاجه، على عكس الدقيق ديال القمح بوحدو فما كيصبرش نهائيا.
في هذه الاثناء هذه انا راني شعلت على البوطه وغادي نبدا كنطيب باش كيف قلت لكم ما يخسرش لي المسمن. كنحاولوا المسمنه ملي كنطويوها كنحاولوا دوك القنيتات كل قنته كتجي على اختها باش ما كيجيناش المسمن مقنت، لان كاين بعض الناس اللي كيجيهم المسمن مقنت من الجناب ومن الوسط كيجي داخل. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش بغيت نقول لكم. يعني كنحاولوا كنا نطويو بطريقه اللي كتكون مقاده. هنا انا درت المقله كتسخن على عافيه اللي متوسطه، كنحاول ندهنها بشويه ديال الزيت، كنقرص المسمنه وكنرميها، كنخليها غير كتشد راسها شويه، ما كنخليهاش حتى كتحمر لي يعني تماما عاد نقلبها، كتشد راسها شويه وكنقلبها. كندهن بالزيت في الاول، يعني كنرش رشه في المقله ملي كنبغي نرميها، ومني كنبغي نقلبها كنعاود نرش على الوجه ديالها واحد شويه، وما كنبقاش نرش نهائيا باش يجيكم المسمن ناجح. ما تكتروش ليه الزيت بزاف، لان الزيت هو اللي كيعجنوا لينا اولا كيحمروا لينا بالزربه وما كيخليش حتى كيتنفخ ويطيب على خاطره ويتفرق. كيف كتشوفوا هنايا كنبقى كنقلب بسرعه، ما نخليوش المسمنه حتى كتكرم لينا، كنبقاو كنقلبوا بسرعه باش كيجينا داك الطياب محمر، وكنبقاو كندوروا داك الطياب كيجي يعني محمر من كاع الجوانب، ما كتجيناش جهه محمراء وجهه لا. وحتى داك العسل اللي كنديرو في الاول مع العجين فراه هو اللي كيعطينا هذا اللون هذا، ممكن تعوضوه بسنيده يعني فحال فحال. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي. بالنسبه للمسمنه راه كيف كتلاحظوا في لا فيديو راه كتبدا كتنفخ، اون فوا كتبقاو كتقلبوها، يعني كتبقاو كتقلبوها وحدها كطيب وهي كتنفخ. الاساسي انكم ترشوا الزيت في الاول فقط، ما تبقاوش ترشوا الزيت نهائيا باش كيجيكم المسمن ديالكم فارك وكيتنفخ وكتجي ورقه على ورقه، ما كيجيش معجن نهائيا، كيجي رائع بزاف. ولو اننا عجناه غير بدقيق القمح فقط فراه كيجي هائل بزاف. جربوا هاد الطريقه هذه وتبعوا النصائح، فراه غادي ينجح لكم ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي ما كينجحش لهم هذا المسمن فراه غادي ينجح لكم يعني، ولان الطريقه راها بسيطه بزاف، خاص غير تتبعوا الخطوات. كنتمنى نكون كنعطيكم كاع التفاصيل باش ينجح لكم، يعني باش اي وصفه عطيتها لكم تنجح ان شاء الله. وكنتمنى اي واحد كيشاهد هذا الفيديو هذا وصل معنا لحتى لهاد المرحله هذه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. فطبعا الى عجبوا المحتوى ديال القناه وخلي لينا لايك الفيديو. غادي نحاول هنا نقلب الكاميرا باش نبين لكم يعني عن قرب كيفاش كتنفخ المسمنه وكيفاش كتفرق. هنايا راه يلاه قلبتها يعني القلبه الاولى، فشوفوا ما شاء الله كيفاش كتبدا كتنفخ غير بوحدها وغادي تبدا كتفرق. لاحظوا معايا، يعني هنا حاولت نقرب لكم الكاميرا باش كتشوفوا عن قرب، وشوفوا حتى اللون ديالها كيفاش كيبان، لان الكاميرا بالقدام فما كيبانش الصراحه يعني اللون الحقيقي ديال الوصفه. هذا الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا فكيجي رائع جدا، كيجي هائل وكيجي ناجح، يعني بلا فرص بلا حتى شي حاجه، ما ديروا معاه لا فرص لا فينو لا والو، فقط دقيق القمح وتحيدوا منه النخاله ديالو، فكيجي رائع جدا وكيجي كامل مورق. والاهم انه كيجي لذيذ، لاننا كيف كنعرفوا المسمن المذاق ديال القمح كيكون لذيذ بزاف. كيف كتشوفوا هنايا كيجي كامل مورق، ما كيجيش معجن نهائيا وكيجي رطب، يعني المسمنه كتقدري تجمعيها في الايد ديالك بلا ما تهرس بلا ما يوقع لها حتى شي حاجه. جربوا هذه الطريقه هذه وتبعوا الخطوات فاكيد غادي ينجح لكم ان شاء الله. وما تنساوش الا جربتوها تقولوها لي في لي كومونتير، يعني نجحات معكم وقولوها لي، ما نجحاتش قولوها لي، يعني كيبقى كتبقى الاراء وكتبقى الاذواق كتختلف. فيعني طبعا الا كانت شي حاجه خاصها تصحح فحتى انا يعني نتعلم منكم، علاش لا. كيف كتشوفونا كامل كيجي مورق، ما كيجيش معجن نهائيا وما كيجيش ملصق، وكيجي رائع جدا وهائل. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال المعده فجربوا هذا، راه بدقيق القمح وكيجي هائل جدا.